تخيل أنه جثمان النبي عليه الصلاة والسلام قدامك وتبغى تودعه وتقبله قبل ما يدفنونه. يا الله. أبو بكر كادت نفسه تخرج من قوة الحزن، لكن أي ثبات رضي الله عنه وارضاه. والله أنا جسمي قشعر وأنا أقول هذه القصة، ما أقدر أتمالك نفسي يا أخي. أبو بكر يوم من الأيام دخل بيت ابنتي عائشة دون يتكلم بكلمة أو يكلم أحد، ثم نظر إلى جثمان النبي المسجه أرواحنا له الفداء عليه الصلاة والسلام، فراح يبغى يقبل حبيبه ويودعه، فخطواته أثقلته من قوة الحزن، بالقوة يمشي من قوة الحزن. فلما وصل إلى جثمان النبي عليه الصلاة والسلام كشف الغطاء عن وجهه، ذلك الوجه الوضاء القمري المستنير الذي كسته الطمأنينة وجمله أثر الصيام والقيام، ثم قبله على جبينه الأزهر وشمت أنفه الجسد الطاهر أرواحنا الفداء عليه الصلاة والسلام، ففاضت عيناه وبكى الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال مقولته الشهيرة: فدتك نفسي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، فدتك نفسي. وأخذ يقبله ويشم وعيناه تفيض من الدموع رضي الله عنه وارضاه. ذاك الحبيب اللي كان يفديه بروحه وبماله وبعرضه بكل ما يملك، ذاك المعلم وخير الصديق، لكن عنده يقين داخله انه بيجمع ربي معاه في الجنة. يا الله يا الله. لما نسمع كلمات حسان بن ثابت، هذه الكلمات اللي تلامس القلب: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. الحمد لله احنا ما عشنا هذه اللحظات فراق النبي عليه الصلاة والسلام، فيا رب إنا آمنا به وما رأيناه وصدقناه ولم نسمع كلامه المنير، فيا رب أكرمنا بالجلوس بين يديه أو شربة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا الحبيب. وأيضا يقول حسان بن ثابت هذه الأبيات الجميلة: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. والله أنا ما أقدر أكمل المقطع، لكن أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، وما ندري هذا التأثر هل هو يكون سمعة ورياء علينا عند الله عز وجل ويكون شاهد لنا. أسأل الله أن يغفر لنا ما يعلم ويجعلنا وإياكم خيرا مما تظنون. أحبكم في الله وصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.